ما كان الصحابة يتحدثون عنه إلا رسول الله، ما يقولون حبيبنا كما يقول بعض المتصوفة الحبيب الحبيب، ليس من وصفه بأنه الحبيب. مما يستهجن الذين يتحدثون عن النبي الحبيب، لا تجدون في القرآن ولا مرة واحدة الله قال الحبيب، إنما يقول محمد رسول الله، يا أيها النبي يا الرسول. وهل يتصدقون يقول لا ذا الحبيب، وهل يتصدقون يقول لا ذا الحبيب. إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له وصف عراه، فمنا من تمايل باهتزاز ومنا من تساقط من علاه، ومنا من يذوب كذوب شمع لأن جمر الحب قد صلاه، ومنا من يئن أنين ثكلا ترق له الحجارة لو تراه. إذا قال العذول بكم جنون فقولوا قد جننا في هواه. إن القلم ليتعثر وإن الصوت لينقطع إذا أراد الإنسان أن يتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيب الصالحين والمقربين، سيد الخلق أجمعين، وحبيب رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. من أسمائه الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حبيب الله. والحبيب صفة مشبهة ترد بمعنى محبوب، أي الذي تتعلق به المحبة. وقد أضيف وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، أي الذي تعلقت به محبة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر: إبراهيم خليل الله، وموسى صفي الله، وأنا حبيب الله، ومعي لواء الحمد يوم القيامة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. جاء في صحيح الإمام مسلم قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي، أوصاني حبيبي. فهل هو متشدق حسب زعمك حينما قال أوصاني حبيبي؟ أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وعن محمد بن عمار بن ياسر قال: رأيت عمار بن ياسر صلى بعد المغرب 6 ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات. فهل هو متشدق حسب فهمك؟ وهذه أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: يا معشر النساء، إياكن وقشر الوجه. فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت: لا بأس بالخضاب، ولكني أكرهه لأن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبي عليه الصلاة والسلام ب5: أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم.